فضلا عن كونها طريقة مفيدة للنجاة وسط المياه، وهي تقنية يمكنك تعلمها حتى قبل أن تتعلم السباحة. تقوم هذه التقنية في الأساس على تحريك أطراف جسدك الأربع لتحافظ على رأسك فوق سطح المياه وتبقي جسمك عائما لأطول فترة ممكنة. لتحقيق ذلك اتبع الخطوات التالية. الخطوة الأولى: حافظ على رأسك خارج المياه وتنفس بشكل طبيعي. حاول أن تخرج ذقنك قليلا فوق سطح المياه، وحاول أن تتنفس ببطء وبشكل طبيعي. سوف يساعدك التنفس العميق على الاسترخاء والحفاظ على طاقتك، ويسهل عليك الوقوف في الماء لفترة أطول. الخطوة الثانية: حرك ذراعيك بالطريقة الصحيحة. حرك ذراعيك إلى الأمام والخلف مع إبقاء أصابع يديك مغلقة، واستخدم يديك كمجدافين حيث تجعل راحتا يديك تنظران في الاتجاه الذي تتحركان نحوه ذهابا وإيابا. هذا سوف يبقي الجزء العلوي من جسدك عائما فوق المياه. الخطوة الثالثة: حرك ساقيك بالطريقة الصحيحة. هناك العديد من الطرق المختلفة لتحريك الساقين. الطريقة الأولى وتسمى الركلات المرفرفة. أشر بأصابع قدميك نحو الأسفل، وقم بركل إحدى ساقيك إلى الأمام بينما تركل بالساق الأخرى إلى الوراء، واستمر على هذا النمط ذهابا وإيابا. الطريقة الثانية ركلة الضفدع. قم بثني ركبتيك حيث تكونان متباعدتان عن بعضهما البعض، وقدماك تكونان متقاربتان. ثم بعد ذلك بعد بين قدميك حيث تدفع الماء نحو الأسفل بواسطتهما، واجمعهما مرة أخرى في الأسفل، وهكذا دواليك. الطريقة الثالثة والأكثر فعالية هي ركلة الدوار، وتسمى أيضا حركة مخفقة البيض. تقوم هذه الحركة على تحريك قدميك بشكل دائري مثل مخفقة البيض، حيث تقوم بتحريك إحدى قدميك باتجاه عقارب الساعة بينما تحرك القدم الأخرى بعكس اتجاه عقارب الساعة. من الصعب إتقان هذا الأسلوب، ولكنه يوفر الكثير من الطاقة. هل تعلم؟ في عام 2015 نجحت اليابانية ميكو ناغاوكا البالغة من العمر 100 سنة في السباحة لمسافة 1500 متر خلال سباق للسباحة الحرة، وقد تم إدراج هذا الإنجاز ضمن موسوعة جينيس للأرقام القياسية. ندعو الجميع بالاشتراك في قناة عبد الله للفيديوهات الأفلام القصيرة